في شهر نوفمبر سنة 1290 ميلادي القاهرة كانت حزينة. السلطان قلاوون اتوفى بعد سنين من الحكم القوي اللي رجع هيبة مصر والمماليك. الراجل ده يا صديقي كان عامل جيش يحسب ليه 1000 حساب ودولة ماشية بالنظام والانضباط، لكن بعد موته الكرسي اتفتح وكل العيون اتجهت لابنه الأشرف خليل ابن قلاوون. الأشرف خليل كان شاب في عز قوته، شجاع وطموح زي أبوه، بس فيه حدة أكتر شوية. أول ما مسك الحكم في أواخر سنة 1290 ما ضيعش وقت، كان عارف إن في مهمة كبيرة مستنياه، مهمة كان أبوه نفسه بيجهز لها قبل ما يموت. المهمة دي كانت تحرير عكا. عكا يا صديقي ما كانتش مجرد مدينة، دي كانت آخر معقل كبير للصليبيين في الشام. من سنين وهم متحصنين فيها بيحلموا إنهم يرجعوا نفوذهم اللي ضاع بعد عين جالوت، لكن الأشرف خليل قرر يقفل الملف ده للأبد. في سنة 1291 جمع القادة وجهز الجيش واتحرك من القاهرة زي السيل الجارف متجه ناحية الشام. الحملة كانت منظمة بدقة، كل كتيبة عارفة دورها. وصل الجيش لعكا وبدأ الحصار العظيم. الصليبيين في عكا كانوا متحصنين بأسوار ضخمة وأبراج عالية. فضل الحصار أسابيع طويلة والمدافع المملوكية تضرب ليل ونهار، والسلطان بنفسه كان في الصفوف الأولى يشجع الجنود يوزع الأوامر. وابتدى الحصار في شهر إبريل واستمر أكتر من 40 يوم، والمدافع المملوكية مش بتسكت لحد ما نيجي ليوم 18 مايو سنة 1291. المماليك اقتحموا أسوار عكا وكان المشهد مهيب. المدينة اللي كانت بتتفاخر بقوتها لقرن كامل سقطت تحت أقدام جيش الإسلام، وبسقوط عكا انتهى العجود الصليبي في الشام تماما. وبكده يكون الأشرف خليل قدر يحقق الحلم اللي أبوه مات قبل ما يشوفه. بعدها المدن الساحلية اللي كانت لسه تحت سيطرة الصليبيين وقعت واحدة ورا التانية. سور، صيدا، بيروت، كلها دخلت تحت راية المماليك. وبكده خلصت صفحة من أخطر صفحات الحروب الصليبية. أوروبا كلها اتصدمت، ملوكها وكنايسها ما صدقوش إن الحلم انتهى بالشكل ده. لكن الأشرف خليل ما كانش بيحتفل، بالعكس كان عارف إن بعد النصر لازم يثبت حكمه. بدأ ينظم أمور الدولة، يراجع حسابات ويشد قبضته على السلطة. كان صارم جدا وما كانش بيسمح بأي معارضة. الناس اللي حواليه بدأوا يخافوا منه، خصوصا بعض الأمراء الكبار اللي خدموا أبوه قلاوون. الأشرف شاف فيهم خطر على سلطانه، فابتدى يبعد بعضهم عن المناصب ويقرب رجال جداد يثق فيهم. السياسة دي يا صديقي عملت له أعداء في القصر. الأمراء اتضايقوا، اتجمعوا وبدأوا يخططوا في السر، والجو بقى مشحون. السلطان الشاب بيحاول يحكم بإيده الحديدية، واللي حواليه مستنيين أول غلطة. ورغم كده فضلت البلد واقفة على رجليها. مصر كانت قوية والشام مستقرة والتجارة ماشية والناس بدأت تحس بالأمان. لكن للأسف ما كانش ده نهاية الحكاية. وبنوصل لسنة 1293 والسلطان في عز قوته. اتنفذت المؤامرة. مجموعة من المماليك المقربين منه اتفقوا عليه واستنوه في معسكره في شمال مصر. وفي ليلة مظلمة اتقدموا نحوه ودارت مواجهة قصيرة انتهت بموت السلطان الأشرف خليل ابن قلاوون. الخبر نزل زي الصاعقة، القادة اتلخبطوا والدولة ارتبكت. بس الأكيد إن بموته انتهى فصل من أنجح فصول دولة المماليك. الأشرف خليل كان السلطان اللي أنهى وجود الصليبيين تماما، واللي ورث مجد أبوه وبناه على أسس قوية. وهنا يا صديقي بنقف قدام مشهد نهاية الأشرف خليل، وبنسأل نفس السؤال اللي بيجي في آخر كل فصل من فصول التاريخ: هل السلطة دايما بتفسد حتى الأبطال؟ وبموت الأشرف خليل بدأت مرحلة جديدة من الفوضى في قصر السلطنة. الأمراء اختلفوا والكل عايز يمسك الحكم، وفي النهاية وقع الاختيار على أخوه الناصر محمد بن قلاوون، وكان وقتها طفل عنده 9 سنين بس يا صاحبي في دولة المماليك الطفل ما بيحكمش، اللي بيحكم هو اللي ماسك السيف. الملك العادل زين الدين كتبغة ابن عبد الله المنصوري بقى هو الحاكم الفعلي، والناصر محمد مجرد اسم على العرش. بس الوضع ده ما استمرش كتير، لأن العادل زين الدين كتبغة أعلن نفسه سلطان وخلع الناصر محمد من الحكم.
لكن الدنيا دوارة، وفي 1299 ميلادي الناصر محمد رجع تاني للسلطنة، بس برضه الحكم ما كانش في إيده. اللي كان ماسك الدولة فعليا هم الأميرين سالار وبيبرس الجاشنكير. وفي الوقت ده المغول رجعوا يهددوا الشام، وفي معركة مرج الصفر سنة 1303 ميلادي الناصر محمد شارك بنفسه في الحرب، وقدر المماليك يحققوا نصر ساحق على المغول بقيادة قازان. النصر ده رجع هيبة المماليك تاني في كل العالم الإسلامي. لكن بعد شوية الأمور بدأت تتغير. بيبرس الجاشنكير استغل نفوذه وخلى السلطان مجرد ظل، لحد ما الناصر محمد اتضايق وخلعوه من الحكم للمرة التانية سنة 1309 ميلادي، واتنفى على الكرك في الشام. لكن في المنفى الناصر محمد اتغير، قعد يراقب يتأمل ويتعلم. عرف ان السلطنة مش بس سيف، السلطنة لعبة عقول. وفي 1310 ميلادي رجع القاهرة، بس المرة دي راجع سلطان حقيقي مش واجهة. أول ما دخل العاصمة بدأ يطهر الدولة من نفوذ الأمراء القدامى ويقرب رجاله المخلصين. أعاد تنظيم الجيش وأصلح الإدارة واهتم بالمال العام وأسس دولة قوية فعلا. القاهرة في عهده اتحولت لعاصمة الدنيا، شوارعها مليانة حركة وتجارة، أسواقها عمرة والعلم فيها منور. بنى جامع الناصر محمد في القلعة سنة 1318 ميلادي، واللي لسه موجود لحد النهاردة شاهد على عصره. الناصر محمد كان سياسي داعية، عرف يتعامل مع المغول بحكمة، ودخل في تحالفات مع أمراء مسلمين في الشرق، فأمن حدود الدولة وخلاها تعيش واحدة من أطول فترات الاستقرار في تاريخ المماليك. اقتصاديا ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب، وبقت مصر مركز التجارة العالمي، تمر منها القوافل اللي جاية من الهند واليمن للحجاز والشام وأوروبا. حتى على مستوى الشعوب الناس حبوه لأنه كان بيحاول يعدل وبيمنع الظلم مهما كان مصدره، وكان شديد في الحساب لكنه عادل في القرارات. استمر حكمه الثالث أكتر من 30 سنة، وده إنجاز غير مسبوق في زمن المماليك اللي السلطان فيه ممكن يتبدل في ليلة. لكن مع كبر سنه بدأ المرض ينهش فيه، وفي سنة 1341 ميلادي رحل السلطان الناصر محمد بعد ما ساب وراه دولة قوية مزدهرة وغنية بالعلم والعمران. بس يا صديقي، زي ما كل مرة التاريخ بيعيد نفسه، بعد موته ولاده وأحفاده بدأوا يتنازعوا على العرش وتبدل السلاطين بسرعة. كل واحد فيهم بيحاول يمسك الحكم، لكن ولا واحد قدر يكون زيه. ومن هنا بتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ المماليك، مرحلة الصراعات الداخلية والضعف اللي هيمهد لنهاية واحدة من أعظم الدول في التاريخ الإسلامي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ولو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان نكمل سوا مع دولة المماليك، الدولة اللي علمت الدنيا إن العبيد ممكن يبقوا ملوك. دمتم بخير.